بس كده، هي بتخمس بايديها. هو في الجزائر برضه ناس بتخاف من الحسد وبتخمس، احنا عندنا في مصر كده برضه يعني. فلو في كده يبقى ده حوار بقى، اللي هو الحسد مش سايب حد. ثانيه، اللي كانت بترقصها دي اسمها رقصه الحرب، صح؟ كانوا بيرقصوها الجنود على الجبال لما كانوا منتصرين على الفرنسيين. بس جميله، جميله يعني، هي جميله. انا لو جيت فرح بعد كده في مصر هخليهم يشغلوا الاغنيه دي في الفرح، ويلا بقى زي ما تيجي بقى. ده دلت الغاليين ازاي ده، انا عاملين معاكم مصطفى صبري، وديكم فيديو جديد ورياكشن جديد عن سلسله من ضمن سلاسل التراث في الجزائر، وحاجه جميله جدا في الجزائر وهي الاعراس الجزائريه. وانا لما سمعت عن الفيديو اللي فات والناس قالت لي في الكومنتات ان الفيديوهات او الاعراس الجزائريه مش بس عباره عن ان هي الحفلات، ولا ده في لبس معين ولكل قبيله لبس معين. يعني مثلا الرجاله لهم لبس الجبادور والقشابيه، يا رب اكون بنطق صح. القشابيه ديت اللي هي زي حاجه كده زي بلطو طويل بزعبوط. انا نفسي ادور عليها في مصر وهدور عليها كتير، بس اتمنى، انا حاسس ان انا مش هلاقيها في مصر، بس اتمنى ان انا الاقيها في مصر عشان هلبسها في فيديوهات. يعني انا لو عرفت اوصل لها هلبسها في كل فيديوهات الشتاء، عشان هي جميله جدا وبتنفع في الشتاء. ده بالنسبه للبس الرجاله او يعني ستايل الرجاله في الحفلات او في الافراح بشكل عام. اما بقى بالنسبه للنساء عندهم لبس كتير جدا، حتى الجزمه اللي هي الجزمه ليها ستايل معين ولها لبس معين ولها حاجات زي الملحفه والبلوزه والشده التلمسانيه وحاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا. يعني انا عارفها شكلا، بس بتمنى ان انا احفظ اسمائها واظبط يعني اظبطها. فانا متحمس جدا ان احنا نكمل في سلسله فيديوهات الاعراس الجزائريه. لو انت معجب بالسلسله او عجباك السلسله دي، كل اللي انك تدعمني بانك تنزل تعمل سبسكرايب، اعمل لايك، اعمل شير للفيديو، عشان نوري الناس كتير جدا الثقافه الجزائريه ونفرح ناس جديد كتير جدا بالاعراس الجزائريه. مصطفى انت ازاي عرفت اللبس والاسماء والحاجات دي؟ الناس بتقول لي وولاد عيلتي بيقولوا لي عن الانستجرام. فلو انت مش عندك انستجرام هتلاقي الانستجرام في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت، روح تابعني هناك وكلمني هناك واحكي لي حاجات اكتر عن الثقافه الجزائريه، عشان كل فيديو اعمله اوضح فيه حاجات اكتر وحاجات مهمه. فيديو النهارده هنبداه بعد الانترو على طول. ما هو كل شي باين في المحنة، الله بيشهد مين احنا. رجالة ضمن ضرب تشلق بنضرب حرب الليلة ما بنغلق. بدك جبال وعادي من هدلك، مرحب فيك في ولاد القدس، من دبر حالنا نحل اللغز. رنيت على نفحة وكل بوش انا قد هنا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين، وكيف بس عرف صوت وسولاد والشيل حط كله طرح بمكانه. وان انقذ شكلهم جميل. دي الشده التلمسانيه، اعتقد ان دي الشده التلمسانيه اللي هي الستايل ده. اعتقد ان كلامي يكون صح، فيا ريت كل واحد بيتفرج عليا يقول لي القبيله بتاعته بتلبس ايه في الافراح، او ايه الستايل اللي مشهورين بيه اكتر. انا في ناس قالت لي ان العروسه بتلبس 8 فساتين في الفرح. انا مش عارف 8 فساتين في الليله الواحده ولا 8 ليالي وكل ليله بتلبس فستان. انا مش عارف، يا ريت تقولوا في الكومنتات عشان يعني افهم اكتر. اعتقد هي الشده التلمسانيه دي. فستان زي ده بيبقى عليه طاووس من تحت كده، يعني بيبقى متطرز بطاووس، مش عارف هو ده وبيبقى متطرز عليه طاووس ولا بيبقى ستايل تاني وعليه طاووس، ولا هو دوت. ده جد بصورة. في ستايلات برضه انا فاكرها، بلوزه عنبيه اعتقد وبلوزه صحراويه، ولا مش عارف يعني. في ستايلات يعني. انا لقيت ان في حاجات كتير جدا جدا جدا. الجزائر عندهم ثقافه وعندهم حاجات عريقه قديمه. ده برغم ان في احتلال فرنسي جه عليهم، لا هم مكملين، ورغم عن كده احتفظوا بالثقافه بتاعتهم وثقافه الارث اللي هي حاجه بسيطه جدا، ومحتفظين بالثقافه بتاعتها. انت فاهم بقى لما يبقى في تاريخ، يعني زمان التاريخ بتاعهم حافظينه صم، لما تبقى حاجه زي الارث كده وحافظينها بمنتهى السهوله وعارفين فاكرينها وبيشرحوها، ما بالك بقى التاريخ بتاعهم والحاجات القديمه بتاعتهم كلها.
كل شويه بستايل شكل باللون الاخضر، مفيش تقييد معين، مفيش يعني زي كل قبيله بستايل معين. بيعجبني جدا ان كل المعازيم لابسين على الطراز القديم بتاعهم او الثقافه بتاعتهم او الفكر بتاعهم، مفيش اللي هو واحد رايح بستايل عادي، لا كله لابس اللي هو انت بتحس ان انت جيت للعصر اللي الجزائريين بتوع زمان بقى، اللي هو انت في حاجه كده، في تاريخ، في يعني بص، ناس بتحب الوطن وناس بتحب الثقافه بتاعتها بجد، وناس مبسوطه من قلبها. يا رب على الفستان بجد. انا كنت شايف في الفيديو اللي فات هتلاقيه موجود عندي على الشانل او ظاهر في الايفون. انا شفت فستان اسمر كان كبير جدا جدا، يعني كبير اكبر من ده. فانا مش عارف هي الفساتين دي ليها اسم ولا هو ده موضه، يعني ده ستايل معين، ولا هو الفساتين دي بتبقى عباره عن ايه بالظبط؟ عشان ده تاني فستان في تاني فيديو اشوفه بيبقى كبير، حجمه كبير، بيبقى شايف شكله عامل ازاي بجد. رب على الفرحه. اوه ثانية، ده الفستان بيبقى طويل من ورا وقصير من قدام. انا كنت عايز اتكلم في كده، اللي هو ازاي العروسة بتتحرك بسهولة، الفستان ما بيكعبلهاش. احنا عندنا في مصر الفستان بيبقى كله اصلا مش طويل قوي، في ناس تعمل طويل قوي بس قليل جدا، بس معظمه بيبقى طويل بس مش طويل قوي، وبيبقى نص الطول ده واقل من نصه كمان. وتلاقي الاطفال الصغار او الناس زمايل العروسه او اخوات العروسه بيشيلوا الفستان عشان تعرف تتحرك. فجامده الحوار ده ان الفستان يبقى طويل من قوي، انت فاهم يعني، زي الملايه بتاعت سوبرمان والكلام ده كله، بس اطول بقى وكبير، حجمها كبير بس قصير من قدام بحيث انك تتحركي براحتك وكده. المهم الناس اللي وصلت لغايه هنا عايزينكم تعملوا سبسكرايب، عايزين نوصل 40000 مشترك في اقرب وقت ممكن. الورقه دي انا عايز اشيلها، انزلوا اعملوا سبسكرايب. كمل بقى ونشوف العرس بقى ونشوف الجمال. ناس فرحانه من قلبها يا جدعان. ثانيه بقى، ثانيه كده، ثانيه. شايف الجمال يا اخي؟ اعتقد ان العروسه لابساه ده شده المثاليه. انا اتمنى اكون بنطق اسمها صح، بحيث ان انتوا تبقوا يعني، انا عارف ان انا لو بنطقها غلط زمانكم فطسانين على نفسكم من الضحك، بس اتمنى اكون بنطق اسمها صح، اتمنى، عشان هيبقى شكل وحش قوي لو انتوا عمالين تضحكوا عليا وانا عمال انطق اسمها غلط كل شويه. ثانية بس كده، هي بتخمس بايديها. هو في الجزائر برضه ناس بتخاف من الحسد وبتخمس، احنا عندنا في مصر كده برضه يعني. فلو في كده يبقى ده حوار بقى، اللي هو الحسد مش سايب حد. بجد يا اسطى، انت لما بتلاقي كده، انا مش عارف هي بتخمس، هي بتعمل بايديها. بص كانت بتعمل بايديها كده دلوقتي، والله كانت بتعمل بايديها كده، كانت بتخمس والله. طب بص يا جدعان، بص، انا مش عارف هو ده حصل ولا لا، بس احنا عندنا في مصر بيبقوا ناس خايفين من الحسد، فاللي هو بيقول لك خمسه خميسه، يعني انت فاهم، بيخمس بايده في وشك كده بحيث ان انت يعني ما تحسدوش، او الحسد بتاعك، مش عارف هو ده درع واقي من الحسد ولا ايه، بس هو ايه، بيستعملوه كده في من الحسد، اللي هو وقايه من الحسد، اللي هو خمسه وخميسه بيخمسوا كده. القلادات دي او السلاسل دي، انا كنت فاكر ان لها اسم، بس انا ناسي اسمها عشان انا ما بذاكرش وعيل فاشل. وعارف ان في ناس قالت لي، ياما ناس كتير جدا قالت لي عليها، وناس قالت لي على الانستجرام عليها، وناس كتير قالت لي في الكومنتات، بس انا بنسى اسمها. السلاسل دي او الحليه اللي بتلبسه ليه اسم بس انا ناسيه. والجزمه بتاعتها برضو بيبقى لها اسم، الجزمه اللي هي مطرزه، والشنطه برضو المطرزه بحاجات ذهب او كده بتبقى لها اسم برضو. ودي عندنا في مصر اسمها طبله، اللي بيطبل عليها لها اسم تاني عندكم في الجزائر. ثانية، اللي كانت بترقصها دي اسمها رقصة الحرب، صح؟ كانوا بيرقصوها الجنود على الجبال لما كانوا منتصرين على الفرنسيين. اتمنى اكون ما بفتيش وبتكلم صح، والناس اللي مكمله معايا الفيديو لغايه هنا تعدل لي تحت في الكومنتات لو بتكلم صح او بتكلم غلط. انا مبسوط. بصوا،
انا ببقى مبسوط لما بشوف حاجه جديده عليا وثقافه جديده عليا، وببقى مبسوط اكتر لما ببقى مدرك الثقافه دي وبتعلم منها وباخد خلفيه عنها، ببقى مبسوط. وبجد ثقافه تكون ثقافه عريقه زي الجزائر. هو في الفستان اللي هو عليه الطاووس، اللي هو عليه الطاووس ده انا شفته كتير جدا وليه اسم، انا لسه قايل اسمه في الاول خالص في اول الفيديو. فالفستان ده اتلبس كتير وبلاقي معظم الفساتين مرسوم عليها الطاووس، وبحس ان الالوان المنتشره في الجزائر يعني تحسها جايه من العالم بتاعهم، اللي هو احمر اخضر ابيض، وبرده اللون الاسمر برده بيلبسوه. تحس ان الالوان كلها فرايح ومعروفه، الوان معروفه. جميل على الجمال، جمال جمال. الفساتين والحاجات في الجزائر، اللبس في الجزائر، لبس الافراح والعرس. احنا عندنا بنقول فرح، عندكم بتقولوا عرس، واكيد انتم ممكن تكونوا بتقولوا عليه فرح برضه. بس الفساتين مطرزه الطريز يا جدعان. هو ثقافه قديمه وستايل قديم قوي بالنسبه للجزائر، وده حاجه جميله جدا جدا جدا. وغير كده بيبقوا متطرزه، يعني هو ستايل قديم بس بيعملوه بالستايل الحديث، او اللي هو تطريز. كل واحد بيبدع في الفستان بتاعه، او كل واحده بتبدع في الفستان بتاعها، وكل واحد بيبدع في اللبس بتاعه بالنسبه للرجال. فكله بيبقى ليه ستايل معين وحاجه معينه بيه هو، وبتبقى مكلفه، حاجه مكلفه جامد. انا اول مره اشوف الفستان ده اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي، اول مره اشوفه. مش عارف اسمه ايه، بس هو عباره عن قطعتين ده باين، فمش عارف هو ده فستان اصلا ولا هو يعني مش عارف. اوه يا ربي. حتى الموسيقى، انا مش عارف اسم الاغنيه ايه اللي في الباك جراوند دي، بس جميله جميله، يعني هي جميله. انا لو جيت فرح بعد كده في مصر هخليهم يشغلوا الاغنيه دي في الفرح، ويلا بقى زي ما تيجي بقى. الموسيقى جميله. يا رب على الجمال، يا رب على الجمال. انت لو بتشوف الجزائريين هتقول دولت بيبالغوا في الفرحه بتاعتهم، بس انت لو سمعت الراي الجزائري هتعرف يعني ايه جزائريين، هتفهم ليه اللي بابتسامه على طول مرسومه على وشهم. انا بقول لك ان الراي الجزائري، انت الناس ما تعرفش الراي الجزائري، الموسيقى بتبقى حزينه او كلمات ليركس حزينه وقصه حزينه بتنحكي، بس اللي بيغني الاغنيه بيبقى مبسوط زي اموني تالنز. يعني ظهر وين وانا وين، وناس كتير جدا غنت وعملت لها رياكشن واستمتعت بالموسيقى بتاعتهم عندنا في التشانل. انت بتلاقي الناس بتغني قصه حزينه، ناس مجروحه. واحد كان شغال في كافيتيريا وحبيبته سابته، اموني تالنز ظهر وين وانا وين، حبيبته سابته عشان واحد تاني، فهو انغنى وبقى راجل 100 100 وبتاع، وقصه الحزن بتاعته كان بيغنيها بموسيقى ممكن تخليك ترقص في اجدعها. فرح مش جزائري، فرح مصري، وهي اغنيه اصلا حزينه راي جزائري. فما بالك بقى في الافراح بتاعتهم بيعملوا ايه، وايه الانبساط بتاعهم. وصل لك دماغي؟ انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك الجزائريين بينبسطوا ازاي. بص انا وصلت لحاجه، ان الفستان اللي بقطعتين دوت، او اللي هو البلوزه دي بلوزه، اعتقد ان هي دي اكتر حاجه منتشره، سواء منها اللون الاسمر، ازرق، احمر، اخضر. دي بلوزه اللي هي القطعتين دي، والفستان او البلوزه برضو، او الفستان الطويل اللي هو طويل من ورا اللي كان لسه جامد شويه. دول اكتر حاجه منتشره في الجزائر بالنسبه لللبس. يعني انا مش عارف ده لبس في لبس بقى قبائلي ومش عارف حاجه تانية، بس ده اكتر حاجه انا شفتها في الفيديوهات اللي جت قدامي دي.
فقولوا لي برضه في الكومنتات تحت ايه الاعراس او ايه القبيله اللي تحب منها نعمل عليها، او القبيله اللي انت منها تحب نعمل عن العرس بتاعها. في حاجه اسمها اعراس البارود، بيضربوا بارود. انا مش عارف يعني ده كان صح ولا لا، ولا حقيقي ان هم بيضربوا بارود اصلا في الفرح. فيعني اتمنى ونعمل عليه رياكشن ونستمتع برضه. مع التسجيل الجميل هو ده. بس كده كفايه، كده كفايه قوي. قول لنا في الكومنتات ايه اسم الاغنيه اللي في الباك جراوند، ولو انت اول مره تشوف ننزل اشترك في القناه، اعمل لايك، اعمل شير للفيديو مع كل اهلك وزمايلك. قول لي في الكومنتات ايه الفيديو عن القبيله المعينه اللي انت بتحبها ان احنا نعمل عليه المره الجايه. اشوف الشغل على خير في الرياكشن الجاي. سلام. ثانيه واحده قبل ما تمشي، لو انت وصلت لغايه هنا انزل اعمل سبسكرايب، اعمل لايك، اعمل شير للفيديو. عايزين نوصل 40000 سبسكرايب في وقت ممكن. اتمنى تدعمونا وتشجعونا نقدر نكمل. سلام يا ولاد عيلتي، واشوفكم في العرس الجزائري الجاي او في الفيديو الجاي. سلام.